عمرك تخيلت 24 ساعة في ماب وورد كنت هتعمل ايه؟ أنا النهاردة جاي أهو. للعلم بس أي لقطة في الفيديو ده فهي بعد الساعة الرابعة. هنا كنت راكب الهليكوبتر اللي هو يعتبر لسه فاتحها، يعني زي ما قلت لك بعد الساعة الرابعة. بس هنا يعني كنت بحاول أعمل أي حاجة، حرفيا كنت يعني زهقان شوية قبل الفلوس تتجمع. لأن أنت لو لعبت ماب وورد تايكون فأكيد عارف إن الفلوس تجميعها هنا أصعب من تجميع الفلوس في أي ماب تاني، وإن الراسترة الواحدة بتحتاج فوق 47 مليون، فحرفيا بتاخد وقت طويل جدا. هنا ما كنتش لسه اعرف ان دي درع ازرق ما بيتكسرش الا لما هو يبني الدرع بتاعه الاساسي. دي حاجه برضه في ماب تايكون، ولكن انا كنت اغبى من اللي انا اعرفها في اللقطه دي. فببساطه قعدت اضرب عليه وضيعت عليه على الفاضي. اما هنا بقى عملت لقطه من اغبى اللقطات في حياتي، هو اللي انا قررت اضرب الكائن اللي ورا ده واللي انتوا شفتوه، اللي هو القاعده بتاعته. ودي هترجع عليا في الفيديوهات وهترجع عليا قدام شويه، بس ممكن تقريبا ما تظهرش في الفيديو. وهنا كنت برضو قررت اضرب واحد عنده طيارات، وهنا لسه زي ما انتم عارفين الرستارة بتاعت الهليكوبتر هي التالتة في حين ان الطيارات السبعة. فرق 4 رستارات، فرق قوة هائلة. وهنا كنت بحاول وفاكر ان دي قاعدتي، وتقريبا كنت ههبط، بس افتكرت ان دي لان انا ما عنديش اصلا طيارات فمشيت. وهنا كنت رايح قاعدة تانية برضو بتاع الطيارات على انها قاعدتي، لان ساعتها ما كنتش لسه نزلوا التحديث بتاع البيوت اللي هو بيتي زلق. وهنا الرادار جاب بني ادم، معناه ان انا هقعد اضرب عليه بالصواريخ لحد ما يطلع له صاحب. وزي ما شفتوا الطياره انفجرت، لاني لسه كنتش بعرف اسوق الطيارات قوي يعني، ولا لحد دلوقتي يعني. هو لحد دلوقتي برضه زي الفل على يعني على الابيض خالص. هنا بقى افتكرت ان انا ممكن اروح اخد عادي من اللوج اوت بتاعتي الاسلحه والحاجات، بدل ما اطلع فوق اجيب الحاجه. وهنا كنت لسه بلبس اللبس ده. والمهم دلوقتي كان في واحد بيضرب في القاعده بتاعتي يعني خربها تخريب كلي حرفيا وطلع يجري. وانا ضربت ار بي جي بدون ما اعرف هو فين، وابدا اصلح فيها حاجه حاجه. وما كنتش اعرف ان انت ممكن تصلحها ريبير علشان تضيع الكول داون اللي بيستنى بعد كل ريبير. فده غباء مني، والحاجات دي كلها طبعا هعرفها. وهنا كنت بتهاجم من واحد عادي ما اعرفش هو فين، والله لحد دلوقتي مش مستوعب، ولكن هنعرف قدامه هو فين. زي ما شفت اهو قدامنا دبابه تقريبا تي 72 او حاجه كده. فتي 72 دي مش محبش اقول لك غير ان دمها تقريبا 3000 4000 حاجه كده. فدي حتى الطيارات قاعده الطيارات ما تعرفش تضربها. هو برضه هو كل ميزته ان هو عايز يكسر لي الدرع بدون اي سبب، يعني بدون اي هو ابن من الاخر يعني. هو عايز يكسر الدرع بتاعي بدون اي سبب، حرفيا بدون اي سبب يذكره، وهيقعد يضرب في الدرع بتاعي لحد ما يكسره وهيكسرني بعديه. وزي ما شفت طلع كي اف 71، سوري كي اف 51 يعني. ولا كنا سمعنا حاجة كده. هجرب يعني أغبى قرار في التاريخ هاخده، هو اللي أنا راسبين عربية وراح أضربه. ما كنتش أعرف قوة الدبابات ساعتها، ورسبنت بانسر. متخيل بانسر بتاعت الطيارات هتضرب بيها دبابة؟ وطبعا يعني ده المتوقع. هيكسر يعني بص، هيجلدني، هيدوقني. ده طبيعي يعني منه ان هو دبابة لما فوق ال 4000 بلت. يعني هيعمل معاه واحد بالدبابة بتاعته دي. وهنا برضه ما مت تاني واثرت فيه برضه ان انا اروح اضربه. برضه انا مش مقتنع يعني ان انا لازم اخد حقي. ما كنتش عارف ان في حاجه اسمها جافلين. جافلين دي تقريبا بتدمج فوق 500 للدبابات والحاجات، واي عربيه بتدمجها عالي جدا. وكمان لوكان يعني ما بيعرفش يهرب منها. فبس انا برضه كنت غبي واضربه بصاروخ وهيديني بالدبابه. ويعني ما كنتش عارف ان انت لازم ترفع الصاروخ شويه عشان اللعبه واقعيه جدا. فانا غبي جدا في اللقطات دي. فيا رب تشتموني في التعليقات، اعذرني على الغباء. وده تقريبا في الساعة الستة أو السبعة. سيبنا من الغباء اللي حصل في المرة اللي هناك، لكن المهم هنا حصل غباء أكبر من الكلام ده كله. هنا كنت بحب أقف بالبانسر صراحة. ساعتها كنت لسه مكتشف إن أنت ممكن تضرب طيارات بلوكن والطيارة بتجري وراها. يعني أنا قلت أقف في المدينة أكتر مكان بيعدي عليه الطيارات، وفعلا ما كدبتش خبر. شفت مدرعة مكسرة افتكرتها حقيقية، نسيت إنها جرافيك عادي من اللاب. ببص قدامي، يعني بصوا انتوا معايا اس ار 72 دارك ستار. يعني مش محتاج اقول لك ان الطياره دي بتضطر تعمل، لسه اصلا كانت نازله قريب مع تحديث الابجريد لاب اللي لسه نازل ما بقالوش فتره كبيره. هي نزلت معاه اللي انت يعني انت بتجيبها عن طريق اللي انت تعمل تقريبا 10 ابجريد لاب ولا 20، تصرف 20 نقطه في الابجريد لاب. طبعا ده مهمه سهله جدا، بس رغم كده الطياره دي من اقوى الطيارات حرفيا لوحدها. اقوى طيارات لوحدها بسبب ميزه عندها اسمها السلس. الميزه دي مش موجوده غير فيها وبي 2 بومبر وطيارتين كمان ولا حاجه. فالميزه دي عن طريق اللي انت لو ضربت بصاروخ ما بيجيش فيك. لكن المهم هنا قررت اروح اضربه تاني.
ولكن عمري ما اشوفه تاني في السلسله دي كلها. اللقطه دي من الساعه العاشرة. وهنا كنت شفت طياره من بعيد عن طريق السكوب، اللي هو اغبى اختراع لانه حرفيا بيبطئك في الحركه. ولكن شفت طياره عن طريق ان التاب بتاعي او البتاع بتاعي عمل لوك، قلت اضرب عليها. وبدون انا غبي ما رضيتش اعمل سكوب. ليه؟ اي دونت نو. المفروض كنت افتح سكوب واقعد اضرب عليها طلقه شويه علشان الطياره تقرب فاعرف امسكها لوك وانفخها في الصواريخ. ولكن دي حاجات يعني استراتيجيات بتعرفها قدام اكتر، لما انت شخصيا تركب الطياره هتعرف ان انت بتتنفخ من الحوارات دي، فالحركات دي ما تكتشفهاش غير بقى، يعني تكتشفهاش غير بالتجربه. باي ذا هارد واي من الاخر، يعني هتكتشفها بعد ما يدوقوك. اي واحد جافلين ابن حرام مش في الشارع يخبطك واحد كده صاروخ يجري وراك يجريك نص الماب ينقصك نص دم الطياره وانت في معركه دوج فايت ولا حاجه. المهم يعني الحاجات دي ما تعرفهاش يعني بالطريقه الصعبه جدا يعني. وهنا من نفس اللقطه بس قدام شويه، اخيرا بعد ما عمل لوك يعني اكتشفت ان انا ممكن. دي كانت تقريبا سخوي خمسة، يعني سخوي 52 تحرية نزلت يعني، خبطت في الدرع بتاع اللي قدامه، كسرت له نفسها حرفيا يعني، ما عملتش حاجه غير اتكسرت شخصيا يعني، عيل ابنه ضون كده في نفسه، ما رضوش يفجر يعني، ما رضوش يعمل اي حاجه ولا ان هو يتفجر، هو فجر نفسه. ولكن الغريبه ان هو ظهر تاني وطلعت انا الغبي زي ما شفت. المهم يعني حاولت اعمل عليه لوك، ولكن انا اغبى من الغباء، وبعد ما عملت ليه لوك يا دوبك ضربت زي ما شفت صاروخين بس. المفروض اول ما تعمل لوك تضرب اكثر صواريخ، هما كان 3 طيارات ما قدرتش اموت منهم ولا طياره. 3 طيارات معاك بنسر في افضل مكان، مفيش طياره عامله عليك لوك، مفيش طياره بتحاول تضربك، انت مش عارف تفجر ولا واحده منهم. ده في حد ذاته غباء جدا 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 منك. يعني انت كده ما حرفيا يعني اسهل من كده سهوله ايه، 3 طيارات بيعملوا دوج فايت قدامك مش عارف تضربهم. هنا قررت انزل وافعل مهمه تانيه، هو مهمه الباتريوت اللي انت تدمر 45 طياره او هليكوبتر باي حاجه، المهم تدمرهم بس. لقيتهم اختفوا حرفيا، لقيتهم بجد اختفوا. ما كنتش عارف ان انا ممكن اعلي الجرافيك على الاخر عشان اقدر اشوف شويه قدام، بس انا غبي برضه في اللقطات دي. زي ما قلت لك اللقطات دي في اول اللعبه وفي اول الساعات، فما كنتش لسه اعرف افهم كتير قوي في اللعبه. فبعد ما فهمت يعني في اللعبه اكيد بقت اذكى من كده. طبعا انا كداب. وهنا اخيرا لقطت طياره منهم وكانت على بعد تقريبا 1000، يعني الصاروخ حرفيا هيطلع مش هتلحق تعمل له. عملت له ولكنك سمعت حاجه. المهم الطياره يعني هترجمني كمان شويه، فاعمل من نفسك من بينها. يعني هي هترجمني بس. زي ما شفتوا جايز 39 جريبن رجمتني، متخيلين؟ طياره من يعني مش محتاج اقول غير انها طياره ملتنه بكل المقاييس، عملت معايا الصح. المهم يعني خدت على عيني كنت جاي مروح بيتي وجمعت فلوس، شفت معايا فلوس قد ايه. زي ما شفتوا هنا كنت لسه في البدايه خالص. قدام تقريبا كنت يعني لو بصينا هتلاقيني لسه مرصبن 4، وده بعد الساعه 9 و10 حاجه في الحدود دي. هنا بقى حرفيا ما كنتش بعمل اي حاجه، يا دوبك كنت بس واخد الطياره وبلف بيها، بس دي هتبقى اخر لقطه تشوفوها قبل ما اوصل للطيارات الحربيه. وزي ما شفتوا دي كانت، لو انت ما بتعرفش الطياره دي فالهليكوبتر تايجر، مهمتها ان انت تدمر 40 طياره. بص عشان بس نكون مع بعض، الفيديوهات دي كلها قبل التحديث الجديد اللي هو تحديث المهمتين والثلاثه والاربعه والاولى. فالهليكوبتر دلوقتي مصنفه ان هي مهمه واحده ونفس المهمه بتاعتها اللي هو تدمر 40 مركبه ارضيه. هنا انا كنت بجربها عشان انا كنت لسه فاتحها هنا، بس صراحه كانت جامده قوي. هي حرفيا لحد دلوقتي برضه جامده قوي. بس هي مشكلتها حاجه واحده، ان الايم بتاعها بيتوجه لقدام بس، شبه الطيارات الحربيه ما بيتوجهش اللي هو الايم بتاعك، اللي هو لو انت دورت الايم ما بيروحش يطلع عليه، بيروح يطلع لقدام بس دي حاجه قويه. لان الطلق بتاعها بيبقى قوي جدا، وفي نسبه وطلق وبتطلع كميه طلق كتير جدا، فاظن ان في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش، بس انا عن نفسي ما بحبش الطيارات اللي شبه كده. هنا بقى اخيرا فتحت الطيارات الحربيه، ودي اكتر مرحله اي حد بيلعب وور تايكون بيفرح بيها. لان الطيارات الحربيه امتع حاجه في وور تايكون حرفيا، لو انت ما فتحتهاش لسه فانت مستني. حرفيا انت ممكن تفتحها، انا فتحتها في الحساب الجديد لما الحساب الجديد في 3 ساعات بس كنت فاتح الطيارات الحربيه، فجرب تفتحها لانها ممتعه جدا جدا جدا. مش هتلاقي حاجه امتع من كده صراحه. وهنا كنت بعمل مهمه اف 22. مهمه اف 22 دي بتعملها عن طريق ان انت تجمع النقط اللي شبه دي، بتجمع 800 نقطه وبتعملها. بس مهمة اف 22 في التحديث الجديد بقت اصعب من كده بكتير جدا جدا جدا، بقت محتاج تقتل 200 واحد وتستهلك 200 قطعة وتعمل 800 نقطة، فبقت هلاك حرفيا. المهم ان أنا الحمد لله انا عملتها حتى في الحساب الجديد، وهي كانت لسه بس تجيب 800 نقطة. المهم هنا انا كنت بعمل بالطريقة دي اللي هي البي 51 موستنج زي ما شفتوا، كنت بعمل مهمة، وده طبعا التحديث القديم. ودي كمان الخريطة اللي ما قبل التحديث اللي فات، يعني دي الخريطة اللي قديمة قوي.
فخريطة الصراحة كانت أحسن من خريطة دلوقتي. خريطة دلوقتي مش حلوة. هنا بقى وهنا كنت بعمل مهمتين مع بعض، اللي هي السكوير 57 وليفت 120، كنتش فتحت ولا طيارة زي ما شفتوا من قدامكم. المهم هنا ب 51 مسلم زي ما قلت لكم. حرفيا من امتع الطيارات اللي هتلعب بيها. حتى بعد ما تفتح الطيارات الحربيه الحديثه مش هتلاقي امتع من الطياره دي ممتعه جدا، هي والسبيت فاير. سبيت فاير لسه ما فتحتهاش وهي صعبه جدا عشان محتاج توصل ليفل 20. بس صدقني اول ما تفتح دي وتجرب تلعب بيها بعد ما تفتح باقي الطيارات هتحس بمتعه بنت حرام. هنا ده خلاص كده كان حرفيا اخر ثواني واخر نقط قبل ما افتح خلاص المهمه، بالظبط ثواني ولا يعني حاجات صغيره وهتبدا تشوف اللي انا خلاص خلصت المهمه. المهمه كانت صعبه شويه علشان لسه كنت طبعا اول مره افتح الطيارات الحربيه في اول حساب ليا، فكنتش بعرف صراحه اتحكم في الطيارات قوي. وانا زي ما شفت اخيرا بتاعت الاف 22. طبعا الاف 22 معظم الناس اصلا كانت عامله كل المهمات بتاعت الطيارات، فعملوها مهمات طيارات نفاثه شبه الجهاز 39. وفي اللي عملها باف 35 ده ملك كينج لانه كان بيعدي على الحواجز وهو واقف. انا خلاص كنت راجع البيت وكنت بحاول اهبط يعني، بس يعني ما ظبطتش قوي. برضه كنتش بعرف اهبط فكنت اشلح ويجري شويتين يعني. المهم يعني هنا ههبط ولكن الشخصيه هتهبط في حته تانيه. طبعا هنا غلط خالص لان الكاوتشات كانت لسه فتحت متاخر، فالمفروض كنت انط شبه كده. المهم يعني هبطنا والطياره طلعت عند ابوها، فبس اف 22 اهي. بس طبعا مش هشتري دلوقتي غير لما اوصل. وهنا مع بيسين خلاص كانت ال 24 ساعة اللي أنا قلت لكم عليها خلصت، وحرفيا عملنا كمية حاجات فيها لا تعد وتوصف. طبعا لما رجيت دي طبعا 24 ساعة، في أول 24 ساعة ليا فعلا في اللعبة أنا كنتش هفهم أي حاجة في اللعبة وبدأت على طول في اللعبة. ولكن فيها بإذن الله فيديو هينزل لكم تاني، بس ده الحساب التاني بتاعي بعد ما كنت بقى خلاص فهمت وبدأت اللعبة تاني، بس بعد ما أخيرا كنت فهمت اللعبة وفهمت كل القواعد وفهمت كل حاجة حرفيا فيها. فحرفيا هتلاقيني في خلال بالظبط 9 ساعات هتلاقيني وصلت 10 بس. وبعديها يعني لحد ما اوصل 24 ساعه تلاقيني تقريبا خلصت كميه مهمات لا تعد وتوصف. هنا الغلطات عملت غلطات كبيره جدا، واللي انا كنت بعمل مهام اثناء الريبليس المفروض ما كنتش اعمل مهام وانا بعمل ريبليس. فطالما انت عايز لسه هتربس ما تعملش مهام غير لما توصل للريبليس انت عايز تثبت عليه، او لو انت بتضيع وقت بس. فلا طالما بتضيع وقت اعمل كده، غير كده اوعى تعمل مهمات وانت بتعمل كده لانها وانت بتعمل ريبليس عشان بتضيع لك وقت. فبس ده حرفيا ده كانت نهاية الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، لو عجبكم حط لك اشتراك في القناة وفعل زر الجرس، ولو عايز فيديوهات شبه دي كتير في العاب تانية قولوا تحت في التعليقات. بس اشوفكم في فيديو جاي، مع السلامة.